حكايتنا النهاردة عن بنت سنها 14 سنة. 14 سنة وعندهم تاريخ وراثي في العيلة لوجود ورم غير حميد بالثدي. طبعا لقيت المريضة داخلة العيادة، كل أهلها مخضوضين، والدها ووالدتها، لأن كان في خالة وعمة وكذا تاريخ موجود في العيلة. البنت 14 سنة يا دكتور ومخضوضين، هل هي ديت ممكن يكون عندها جالها سرطان ثدي ولا لأ؟ طبعًا الموضوع بسيط جدًا. بعد فحص المريضة لقينا في كُتلة موجودة في الثدي، فيها ألم موجود، والطفلة بتلعب بيبقى في ألم موجود جامد بيصحّيها من النوم، في ألم في الثدي. على الفور طمنا أهل المريضة إن سِن 14 سنة ده ما فيش أي كُتلة موجودة بالثدي. أمّال إيه يا دكتور، إيه الكلكعة اللي موجودة؟ الكلكعة اللي موجودة دي سببها حاجة اسمها التهابات الثدي ما قبل البلوغ. ولا محتاجة عينة، ولا محتاجة عملية، ولا محتاجة أكتر من إن إحنا نطمن أهل المريضة نقول لهم البنت سليمة مفيش فيها أي مشكلة. وهي دي موضوعنا النهاردة. النصيحة بتاعنا في سن ال 13 ل 14 سنة ده مش سن حدوث أورام خبيثة بالثدي، لكن غالبا معظم البنات أو أحيانا الولاد في المرحلة دي بيمروا بحاجة اسمها التهابات ما قبل البلوغ. الالتهابات دي بتبقى عاملة ألم موجود في الثدي وكلكعة في الثدي، مش محتاجة أي علاج، مش محتاجة أي عمليات، ما هياش علامة لحاجة وحشة في الثدي. شكرا جزيلا.